دلوقتي في حد بعت لك رابط وبيقول لك ادخل سجل البيانات بتاعتك علشان يجي لك 8500 جنيه، واللي عامل الكلام ده المفروض وزاره التضامن، فهل انت بتصدق ولا لا؟ فيا صاحبي يا ريت قبل ما تعمل اي حاجه تتاكد ان الكلام ده صح ولا لا. يعني مش اول ما يتبعت لك رابط زي ده كده تقوم داخل عليه مسجل البيانات بتاعتك، لان للاسف في حد قريب ليا وقع في حاجه زي كده وبدا ان هو يسجل ويدخل ويعمل كل الكلام ده وفاكر ان الكلام ده صح. الكلام ده مش بيكون صح. يعني ايه هدخل اسجل في رابط وهيجي لي 8500 جنيه عن طريق وزاره التضامن؟ فانا الصراحه لما جالي كده انا طبعا مش مصدق، بس حبيت اثبت للشخص ده ان الكلام ده غلط، فبدات ادخل اعمل سيرش على جوجل وجبت الويب سايت بتاع وزاره التضامن اشوف هل فعلا في الكلام ده ولا لا. ففي حتى كمان وزاره التضامن نزلت صوره هوريها لك كده ان الكلام ده مش صح. في ناس للاسف بتشارك وخلاص، يعني يقول لك ابعت لكل اللي عندك علشان تكسب مش عارف ايه، وكلام كله فيك، فمش عارف الناس بتصدق ازاي. فصح مش اي حد يبعت لك اي حاجه تصدق ان الكلام ده صح، لازم تتاكد 100% ان الكلام ده صح. تمام. فدلوقتي انا دخلت زي ما قلت لك عملت سيرش لقيت ان الكلام ده غلط، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. يعني لو جالك رابط بيقول لك ادخل سجل بياناتك عشان تكسب فلوس، او ادخل سجل عشان تكسب ايفون، او مثلا حد كلمك في التليفون وبيقول لك هراجع معاك البيانات البنكيه علشان المفروض ان هي تتحدث، زي ما في مكالمات كتيره جت حد بيقول لك ان انا من البنك المركزي ومحتاج ان انا اراجع معاك البيانات، يبدا ياخد منك رقم الفيزا والرقم اللي موجود في الظهر، وبعد كده يقول لك في رساله هتجي لك وشويه حوارات كده. فما تصدقش كل الكلام ده. البنك عمره ما هيكلمك علشان يحدث لك البيانات. تحديث البيانات بيكون من خلال البنك نفسه، يعني تروح الفرع وتقدر تحدث البيانات. فزي ما قلت لك ما تصدقش اي رابط يجي لك كده وخلاص، لازم تتاكد 100% ان الروابط دي صح، هل هتقدر تكسب منها ولا لا. ومفيش حاجه انت هتسجل مجرد ما تسجل فيها هيجي لك فلوس بالمبلغ ده. يعني انا مثلا واحد بنزل طرق للربح من انترنت، ما نزلتش حاجه قبل كده زي كده، ولازم اتاكد ان الحاجه دي فعلا صادقه ولا لا. فزي ما قلت لك الفيديو ده للتوعيه، بعرفك مش اي حاجه تدخل عليها كده وخلاص، لان اللي بيبعت لك رابط زي كده او بيبعت لك حاجه زي كده بيبقى غرضه حاجتين: يا اما يهكر الموبايل بتاعك او يهكر البيانات بتاعتك، تمام، او ان هو غرضه ان انت تدخل على الموقع اللي هو بعته لك علشان تعمل له زياره، لان في مواقع كل مثلا 1000 زياره للموقع هو بيكسب. ويا ريت يا صاحبي ما تنساش تشاركه مع اي حد انت شايف ممكن يقع في حاجه زي كده، واتمنى بالله عليك تعمل متابعه لو الفيديو عجبك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.